السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات روان، وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الحالات ديالكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم فهو اقتراح ديال الطورطه بمناسبه اقتراب راس السنه. هديه للناس اللي يبغيو يوجدوا طورطات لوليداتهم في الدار، كيعرفوا اشنو كلاو وشنو كلوا لوليداتهم، وكذلك للناس اللي يبغيو يخدموا ويديروا مشروع ولو من المنزل. تخدموا فيه في هذه المناسبه هذه، راه هي هذه الفرصه باش انكم ديروا السميه ديالكم وسط الناس. كنتمنى ان هذا الفيديو يروقكم وينال الاعجاب ديالكم، واكيد الا جربتوا هاد الطورطه انا متاكده انها غادي تعجب لكم بزاف. والا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من تعاليق ديالكم لي لايك ديالكم، واكيد تشاركوا القناه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش هكا نكبروا العائله ديالنا حتى حنا. ما نطولش عليكم بزاف، غادي ندوز معكم مباشره للطريقه والمقادير ونبداو على بركه الله. عندي هنا 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، اولا تخرجوهم من الثلاجه بواحد الساعتين قبل. غنزيد عليهم رشيشه ديال الملح وواحد كاس قل واحد الاسبوع هكا ديال سكر سنيده. كنخدم هنا الطراب على درجه اللي متوسطه ديال السرعه، وكنخلط مزيان حتى كتطلق هذيك السنيده مع البيض، ومن بعد كنزيد هنايا السرعه ديال الطراب لاقصى درجه، وكنخلي هذا الخليط ديالنا كيتخدم مزيان. هنا باش ينجح معكم الخليط ديال الجينواز، اول حاجه كيف ما كنقولوها دائما خاص البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. ثاني حاجه هو فاش تكونوا كتخلطوا هكا البيض ديالكم بالطراب، غادي تكونوا كتمشيو على واحد الجهه فقط، ماشي غنكونوا كندوروا على اليمين ومن بعد نوليو نقلبوا اليد ونبقاو نخلطوا على الشمال. هنا من بعد ما كيتغير لي اللون ديال البيض وكيتضاعف الحجم ديالو، كنزيد عليه 4 كاس ديال الماء دافي، وكنزيد عليه ايضا 4 كاس ديال الزيت النباتيه. كنخلط شويه وصافي كنحيد الطراب. غادي ندير هنايا معلقه كبيره ونص ديال الكاكاو مع نص معلقه صغيره ديال الخميره الكيميائيه، وعندي على جنب واحد الكاس ديال العنبه ديال الدقيق اللي ممتلئ جدا، يعني كاس ديال العنبه تقدروا تزيدوا فوق منه واحد المعلقه. صافي هنايا غادي نبقى كنزيد هذاك الدقيق على دفعات، كنقسموا الخليط ديال النواشف على 3 ديال المرات باش هكا ما كنهبطوش الخليط ديال الجينواز ديالنا. كيف ما شفتوا كنحرك بواحد الفوي على جهه وحده، وكنحرك غير بشويه. ما تديوش على الفيديو لان كتشوفوا يدي كتحرك بالسربه، راه غير الفيديوهات كنكونوا مزربينهم باش هكا ما كيجيش الفيديو طويل بزاف. صافي هنا من بعد ما كنخلط مزيان غادي نحيد الفوي وغادي نجمع الجوانب هكا بواحد السباتيل باش كنتاكد انه ما بقاياش الدقيق من التحت. وهنا غادي ندوز باش نفرغ الخليط ديالي في واحد اللاطه اللي الطول فيها 43 والعرض فيها 37، مفرشه بورق الطهي، ومن الافضل انه يكون هكا نوعيه جيده باش ما يلصقش ليكم. كنسرح هذا الخليط ديال الجينواز بواحد السباتيل باش هكا كنتاكد ان الوجه ديال الجينواز يجيني مقاد، ما تجيش واحد الجهه طالعه وجهه هابطه. والخطوه الثانيه قبل ما ندخلوها للفران هي اننا كنزدحوا اللاطه ديال الفران مع سطح العمل واحد 2 ديال المرات باش هكا كنفرغوا منها هذيك الفقاعات ديال الهواء. ايضا الفران كنأكد على انه يكون سخون من قبل، وبالنسبه لدرجه الحراره فتكون فيه 160، كان يكون شاعل من الفوق ومن التحت. الا كان الفران ديال الضو كندخلوها فقط واحد 6 حتى 8 ديال الدقائق، ومن بعد كتكون الجينواز ديالنا واجده. وندوزو هنا للكريمه اللي اول حاجه كيخص انها تكون بارده مزيان، سواء هذه السائله او لا الاخرى ديال البودغ، خاصها تكون بارده باش دغيا دغيا كتساعدكم وكتطرب معكم. انا هنا استعملت هاد السائله لان صراحه كانت عندي في الثلاجه. نتوما الا جاتكم هكا غاليه فتقدروا تستعملوا غير الكريم شونتي اللي كدير ب 13 درهم. غادي ديروا معها واحد الكاس ونص ديال الحليب اللي يكونوا باردين مزيان، تقدروا ديروهم كاع في الفريكو واحد نص ساعه، وكتطربوا بهم الكريمه ديالكم. راه حتى هي كتجي زوينه بزاف، تقدروا تنكهوها باي نكهه بغيتو، اولا تخليوها هي بالطعم ديال الفاني كيف ما انا خليتها. هنا من بعد ما كنطلع الكريمه كيف ما شفتوا على هذا الشكل، حاولوا انكم ما تخفقوهاش بزاف باش ما تحببش ليكم، لان كيجي الطعم ديالها الصراحه كاع ما زوينش. بالنسبه للمونتاج فغادي نخدموا داخل السيركل. هنايا كيف ما كتشوفوا الجينواز ديالي قطعتها على واحد القطر ديال 20 سنتيم، قطعت 2 ديال لي جينواز اللي صحاح، والثالثه دائما كتكون ملاقيه او لا طروفه هكا صغارين كنكملوا بهم الطرف الثالث. كيف ما شفتوا كندير واحد السيبور من التحت، كندير السيركل اللي كيف قلت لكم قطعتيه على 20 سنتيم،
كندير الطرف الاول ديال الجينواز اللي كيكون صحيح وكنسقيه بالسيرو اللي انا خدمته بواحد الكاس ديال سنيده. كندير معاه كاس ونص ديال الماء ونكهته هنايا بالقهوه سريعه الذوبان صافي. وكندير فوق منه الكريمه. هنايا كيف ما كتشوفوا كنخدم غير بالمعلقه بطريقه سهله دغيا دغيا، ماشي شي حاجه اللي كتعذبكم او لا تعييكم. صافي من بعد ما كندير طبقه ديال الكريمه غادي ندير هذاك الطرف ديال الجينواز اللي مهرس. كنقاد هذوك الطروفه على هذا الشكل باش كنكمل به طبقه. مع انها كتجي في الوسط راه ما كتبانش نهائيا. صافي كنعاود نسقي بشويه ديال السيرو. حاولوا انكم ما تكثروش السيرو لان هاد الجينواز هذه اللي وجدنا راها ما غليظاش بزاف، يعني رقيقه، فما تحتاج انها تسقى بزاف. كنعاود ندير فوق منها طبقه ديال الكريمه على هذا الشكل، كنسرحها بالمعلقه. ومن بعد غادي ندير اخر طرف ديال الجينواز، كنهزو هكا في يدي كنسقيه بالسيرو وكنقلب له هذاك الوجه اللي سقيت هو اللي كنرد لداخل باش ملي كندير فوق منه الكريم ما كيبقاش كيتفرتت ويتبعني. صافي وكنعاود كنضغط عليه شويه باش كيشد بلاصتو. صافي وكنبدا كندير في الوجه الكريمه بهذا الشكل هذا، كنسرحها بواحد السباتول. طريقه سهله كيف ما شفتوا. تقدروا تخدموا بلا بوش هكا باش كتساعدكم صراحه ما كتعذبش بزاف. ودخلت هنايا المجمد واحد نص ساعه باش كتشد راسها مزيان. من بعد كنزول ليها هاد الاطار هذا ديال الجناب وكيجي الشكل ديالها هكا. صافي هنا غادي ناخذ الكريمه اللي تبقات ليا، انا كنت درتها من قبل هكا في لابوش، غادي ندير على الجوانب. ومن بعد غادي ناخذ واحد السباتول وغادي نحاول انني نليسي بها الجناب. ما غاديش نبقى كنليسي فيهم بزاف باش يجيو هكا زعما مليسين مزيان، لا ما محتاجاش داكشي كامل، فما غاديش نعذب معاه راسي. صافي هنايا كتخدموا غير بشويه عليكم. الغرض هو اننا ما تبقاش عندنا هكا حتى شي بلاصه باينه. باش تجي مليسيه او لا ماشي مشكل، راه داكشي كله من بعد غادي يتغطى. صافي هنا من بعد ما كندرق كلشي الجوانب كيف ما كتشوفوا كننظف الاطار ديالي كنجيب هنا اوريو اللي طحنته من قبل في الهاشوار وكنبقى كندوز هكا على الجوانب. انا غادي نوريكم هنايا جوج شكال. تقدروا ديروا هذا الشكل هذا الاول انكم ديروا اوريو غير من التحت كيف ما غادي تشوفوا معايا على هذا الشكل هذا، او لا تقدروا ديروا كيف ما غندير انا الشكل الثاني اللي هو غادي تغطيو الجوانب كاملين. شوفوا معايا هنايا حتى هذا المنظر صراحه راه كيجي زوين. انا فضلت انني هكا اوريو ندوزو على الجوانب كاملين يتغطاو مزيان بهذه الطريقه هذه. الصراحه هكا فاش كتغطيو الجوانب راه في الاول ما كتحتاجوش انكم تبقاو تليسيو وتعاودوا تمحنوا راسكم. صافي كيف ما درتو ليها راها مزيانه لان كلشي في الاخير راه كيتغطى. صافي هنا غادي ننظف داك الزوائد ديال الاوريو وغادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي غادي ندير بلا كريم. داكشي اللي بقى ليا ديال لا كريم غادي ندير بها هكا غير وريضات صغيورين في الجوانب كيف ما درتو ليهم. انا درت على هذا الشكل، تقدروا نتوما تبدلوا الشكل الا بغيتوا. ندور عليها كامله بنفس الطريقه حيت كتبقى لكم شويه ديال لا كريم فما كاينلاش تضيع. صافي وداكشي اللي بقى ليا في الوسط تقدروا تعمروه بالشكلاط تذوبوه مع شويه ديال الحليب او لا تقدروا ديروا فيه هكا هاد الدقيق ديال الاوريو اللي درنا في الجوانب ديروه في الوسط. صافي وكناخذ هنايا حبات ديال الاوريو اللي قسمتهم في النص كنزوق بهم هكا من الجنيبات وكتكون الطورطه ديالنا واجده. شوفوا معايا الشكل ديالها الصراحه رغم البساطه في التزيين الا انها كتجي زوينه. غير انا الصراحه انا خدمتها بالليل وصورتها بالليل فداك الشيء علاش الضو ما عطاهاش حقها، البوله ما عطاتهاش حقها، ما بانتش ليكم مزيان. صافي كتكون هذه هي الوصفه ديال اليوم. شوفوا التورته ديالي من الداخل كيفاش كتجي. انا هنا راه ما خليتها لا ترتاح لا والو، راه كيف خدمتها كيف قطعتها كيف صورتها معاكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم بزاف
وكنشكركم على حسن المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده، ومع السلامه.